السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بص، هنعمل طريقة بطاطس جميلة وحلوة وهتعجبكم قوي، لان انا كررتها كتير. حلوة قوي قوي قوي، جربيها وان شاء الله هتعجبك. هنسمي الله الاول، نصلي على رسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بص، هو 4 بطاطسات. هنحط عليهم كمون، وهنحط عليهم شوية بابريكا، وهنحط دي جبنة موتزاريلا طبيعي، وهنحط شوية فلفل أسمر. طبعا هنهرس البطاطس زي ما انتم شايفينها، جميلة جدا وعجبتني وكررتها كتير والله. جميلة جميلة. وبعدين البطاطس مغذية جدا ومشبعة. يعني انت عايزة تاكلي في أي وقت، تسلقي بطاطس وتاكليها. عايزة تعمليها في حتة زبدة اعمليها، عايزة شوية زيت زيتون اعمليها. أنا هعملها حشي جبنة موتزاريلا فيها، هتبقى تحفة جميلة. ههرسها اهو زي ما انتم شايفينها اهو. تهرسيها كويس جدا اهو. هرسيها بقى بشوكة، هرسيها بكوباية فيها الراسة اللي عندك في البيت اعملي بيه. انا هعملها بالشوكة، ههرسها بالشوكة. هحط هرستها طبعا عشان مطولش عليكم. هحط معلقتين نشا، وعشان البطاطس تمسك وما تفرولش منك تحطي معلقة دقيق، لان النشا مش هيخليها تمسك بسهولة يعني. مش عايزة تحطي دقيق، يعني ما تهرسيهاش قوي، وتخليها يعني ايه لا مهروسة قوي ولا هي ايه يعني قطع كبيرة قوي. خليها بين بينين كده زي ما بيقولوا اهو. انا حطيت معلقة دقيق عشان ما تبقاش سايلة كده، اعرف اتحكم فيها وانا بعملها اهو. طبعا النشا هنقلبه زي ما انتم شايفين لحد ما يروح النشا خالص. وبعد كده هنزل بالبهارات اللي هي بابريكا وكمون، شوية فلفل اسمر، شوية زعتر بيخليها جميلة جدا. الزعتر خليها طعمها حلو قوي 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 يعني. بقلبها زي ما انتم شايفين. اكلة جميلة جدا يا جماعة والله، مشبعة وهتعجبكم والله اهو. بصوا انا قلبتها طبعا مع النشا، وحطيت معلقة دقيق. هنزل طبعا بالبهارات اللي قلت لكم عليها، اللي هي البابريكا، فلفل اسمر، شويه كمون. عايز تحطي شويه كزبره حطي، بس انا حطيت شويه زعتر، ما حطيتش كزبره. يعني كزبره برضو هتخليها طعمها جميل جدا. طبعا هتخلطي كل المكونات دي مع بعض. جبنه عندك، جبنه بالتركي ممكن تعملي، عندك جبنه موتزاريلا براحتك. ممكن جبنه نستو تعمليها، مش هتقولك لا، جميله جدا، هتديها طعم احلى واحلى اهي. بصوا حلوة قوي قوي، عجبتني والله وما باكلها بشبع جدا، بتلكمني بقى بصراحة. انا طبعا بصوم الصيام اللي هو 16 ساعة، فساعات ببقى جعانة يعني مكلش كتير يعني. اكل دي معلقة بيكنج باودر عشان تنفشها لك، تخليها منفوشة كده، ما تبقاش يعني تقيلة او ماسكة، لا تخليها منفوشة كده من جوه حلوة. صيام ال16 ساعة مفيد جدا يا جماعة والله. بتاكلي عادي بس بكميات صغيرة، مش كميات كتيرة يعني. بتاكلي ايه تقريبا وجبتين، مش كتير يعني. الصيام حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام قالوا صوموا تصحوا يعني. وكلنا عارفين ان احنا يعني المقولة دي من زمان يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولك تلت الطعام وتلت الشراب وكده، يعني ايه ما نفرطوش في الاكل، عشان ايه ما الافراط في الاكل مش كويس. جبت حتة بطاطس اهي، حشيتها حتة جبنة زي ما انتم شايفين اهي. عايزة تعمليها بقى صوابع ممكن تعمليها، عايزة تعمليها مدورة تعمليها براحتك خالص اهو. انا بعملها معاكم اهو. حطي معلقتين زيت عشان ما تلزقش في ايدك، او دهني ايدك زيت واحشيها اهو. بحط حته جبنه من جوه وتحشيها، بتديها طعم جميل جدا جدا ولو جربتيها هتعجبك وهتعمليها كتير. طبعا انا بعمل معاكم كام واحده كده عشان ايه البنوتات العسل الامارات اللي بيتفرجوا عليا يشوفوا الطريقه ويعملوها سهله وبسيطه وجميلة، وهتحبي تعمليها كتير. عايزة بقى طالعة رحلة ممكن تعمليها
تعمليها في سندوتشات. عايزة مثلا في البيت وانت كده جعانة تقومي تسلقيلك بطاطساية بطاطستين وتعمليها. عايزة تعمليها كده من غير جبنة اعمليها براحتك خالص، بس هي جميلة ومشبعة وطعمها حلو قوي قوي يعني. لو بتفرجي عليا يا قمر كده وعجبك الفيديو متنسينيش في دعوة حلوة منك كده يا قمر، يا اللي بتفرجي عليا، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تبخلوش عليا في انكم تشتركوا وتكبروا القناة معايا، تكبر بيكم معاكم ان شاء الله باذن الله. اهو سهلة جدا جدا جدا. اهي زي ما قلت لك، مش عايزاها تلزق حطي شوية زيت في ايدك مش هتلزق. انا نسيت احط الخطوة دي، المفروض احط فيها معلقة زيت وانا بعجنها كده عشان متلزقش في ايدك. اهو طبعا انا هعمل بقية الكمية وبعدين ايه هنحضر بقى الزيت. وفي اي مكان بقى اللي هتعملي فيها طاسة بقى حلة اي حاجة مخصصة للقلية يعني بتحضريها عشان تقليها. بسم الله ما شاء الله، يعني عملت معايا كذا قطعة كتير يعني واللهم بارك حلوة وجميلة. بس انتي جربيها وادعيلي دعوة حلوة كده من قلبك. اهو خلص بقى الكمية وارجع لكم تاني. بصوا انا خلصت اهو، بنزل بيها في الزيت اهو ايا كان بقى حلة طاسة اي حاجة عندك. دي انا مخصصاها للقلية بصراحة يعني. اهو عملتها زي ما انتم شايفين كده. نصلوا على الرسول حبايبي كومنتات عشان انتوا تاخدوا حسنات وناخد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا هقليها قدامكم اهي، بمشي معاكم خطوة خطوة عشان الحبايبي الصغننين اللي بيتفرجوا عليا يعملوها خطوة خطوة. اللي هي ما دخلتش المطبخ ولا مطبخ بقى تخش المطبخ وتفتكس وتغلط مرة واتنين مفيش مشكلة، المهم تتعلم زي ما احنا كلنا اتعلمنا. نسمي الله كده بسم الله. خلينا بالذكر كده، ربنا يبارك فيه كده وما تشكري الله كده وانت بتعملي الاكل بتلاقي البركة في الاكل وبتلاقي البركة في حياتك كلها. طول ما انت حاجة بتعمليها بتروقي بتنضفي بتعملي اكل وبتشكري الله بتلاقي الدنيا كلها كده حواليكي زي الفل وفيها بركة، وتلاقي حياتك كده كلها بركة بفضل الله يعني. ونصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله زي ما انتم شايفين اهو. انا مخليه النار الاول، اول ما بتحطيها بعد الزيت ما يسخن قوي بتوطي وبتنزلي بيها وبعد كده بتعلي عليها. بصوا طلعت يعني، بصي شكلها يفتح النفس وجميلة وتحفة تحفة تحفة تحفة، ولا ريحتها بقى مقولكوش اهو جميلة جدا جدا. اهو جميلة فعلا ريحتها حلوة قوي قوي يعني. انا كررتها كتير والله يا جماعة لانها عجبتني. ممكن تعمليها بقى مع حتة لحمة، تعمليها مع حتة كفتة كده مساندة للأكل يعني. كده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.